دكتور علاء، ما مش عايزين لبس توب. لا ما ينفعش، ما تنفعش تتكلم كده يا علاء، ما ينفعش تقول لي البس توب. لا ما ينفعش. يعني ارجو ان انت ما تلبس. انا ليا خلفيه من ليا خلفيه تثبت وطنيتي. ما ينفعش تقول لي البس توب وطنيه. ما ينفعش. اكيد انا مقدر ده حصل. ده غير اكيد انا مقدره. ده غير مقبول. لا 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 غير مقبول. انا مقدر الكلام ما ينفعش تقول لي البس دور وطنيه. انت مش هتقول لي البس دور وطنيه. وانت مش هتقول لي انا كمان. لا انا اقول لك المفروض تعمل ايه كرئيس وزراء. انا تاريخي يقول ورايا ايه. انا مواطن مصري ومن حقي ان انا اقول لك انا ورايا تاريخ. انا مواطن مصري، انت حر في تاريخك. انا بس لازم المفروض اعيب على غيرك. واخد بالك. انما انا بقول لحضرتك ما تقوليش البس دور وطنيه. انا بقول لك الناس ماتت. الناس طب عملت ايه للناس اللي ماتت؟ عملت ايه؟ جاري التحقيق بقاله شهر. يا باشا شهرين. لا ما ينفعش. روح عند النائب العام شوف. ما ينفعش. احنا بس اهم حاجه انت بتنام في بيتك. ما ينفعش. لا انا ما بنامش في بيتك. انت اللي بتنام في يا بيتك. جماعه انت اللي بتنام في بيتك. ممكن بس لا كل حاجه ليها اصول. لا 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 انا بس انا يعز عليا دكتور علاء. كل حاجه ليها اصول. ما ينفعش تتكلم. انا يعز عليا جدا، يعني يعز عليا جدا ان جزء اوعى كبير. تنسى انا ورايا التاريخ قبل ما انت انت تتولد. بص لا 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 المزايده على الوطنيه. دكتور علاء لو سمحت يا دكتور علاء، ما ينفعش تقول لي البس وطنيه. ده انت اللي مرفوض. يعني ايه ما انا عارف. دكتور علاء لو سمحت. هل ده معنى ذلك؟ ده مش بني ادم. ده يمنع. ده مش بني ادم. هو ماله البني ادم وماله لو ابنك اتداس بعربيه كنت هتقول كده؟ يا سيدي الفاضل. واللي خلينا قاعد في لا لا الميدان ما لو تقولش البس وطنيه. الحماس لا 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 ده مش كده ولا حاجه. دكتور علاء، لا ده مش كده ولا يا حاجه دكتور خالص. انت اللي فاهم غلط. انت اللي فاهم غلط. كله كلام غلط. انت اللي كلامك غلط. دكتور علاء ارجوك عشان خاطري. الفريق كان في سؤال ما جاوبتش عليه بتاع مندوبنا الدائم الامين العام لجامعه الدول العربيه. والله يا فندم انا الحقيقه ان رشح الاخ اسمه ايه استاذنا الفاضل مفيد شهاب، وقيل ان هو لسه الموضوع لم يتخذ قرار بشأنه وما اعرفش هل سيادتك راضي على هذا الترشيح؟ الحقيقه الاكثر منا حكما على الامر اصحاب الشأن اللي هيستوعبوه في وسطهم. انا بسأل سيادتك هل سيادتك راضي عن هذا الترشيح؟ لا حضرتك ليه تسألني انا؟ ما تسألش سؤال. افرض انا مش راضي والاخوه العرب اللي هيحتووه في وسطهم بيعتقدوا ان هو مناسب ليهم. صحيح. مش لم يكن من الممكن لمصر ان تقدم مرشحا افضل؟ كان في الساحه هو بعد الحقيقه بعد تغيير النظام تردد ان ممكن يرشح واحد اخر خلاص. وللاسف لغايه النهارده لم يصلوا الى واحد اخر. فلغايه النهارده الموضوع واقف عند ترشيح مصر عقمت يعني انها طيب انا بقول لك ده اللي انا شايفه. والله فعلا انا لازم كنت عايز اجيب لك خبر. انا عندي سؤال بس اخير بعد باشمهندس. احنا في مجال بعد ما تخلص الحلقه نكمل الحوار لو سياده الفريق وقته يسمح. بس وقتنا يسمح احنا كمان. طبعا دكتور علاء طبعا. لو هو انا اقصد ان نطرح الموضوعات لو احنا عايزين نطرح وقت برضو عندنا. انا دكتور علاء لو احنا عايزين نكمل الحوار معاه وهو لو احنا عايزين ووقته يسمح اوكي، لكن هو لو عايز ووقتنا يسمح طيب برضه. على ايه انا اسال دكتور علاء سؤال بسيط جدا معلش عايز اسال يعني لو افترضنا ان هناك احساس ان في خطوره على البلد من استمراريه الوضع الحالي، بس نفترض يعني مش بقول لحد وانا لا اقول لحد يمشي ولا حد اقول لحد يقعد، بس نفترض ان هناك خطوره حقيقيه انا واحد من الناس حاسس بيها.